قوة. ابو عذبي يقول رحت حق امي اقول لها يما امس انا حلمان حلم مو زين، كانت تصرخ علي تقول لي لا تقول له لا تقول الحلم، روح الحمام قول الحلم هناك. كان اقول لها يما شو ايش حقه بالله اقول حلمي بالحمام. كانت تقول له لا تقول لي روح روح. يقول انا قاعد افكر قلت بعد خاف امي ماجرى حمامنا على مفسر احلام ولا. كان يقول لها يما خل اقولها لك يمكن تعرفين تفسرين، قالت لا تقوله لا تقوله مو زين. يقول كان اروح الحمام وكني اهبل، يقول جابلت المغسله وقعدت اقوله. قلت له زين وكانت مضمضت عقب ما قلت الحلم عشان ما يتعلق بين ضروسك. والله الحريم ترى الكبار عندهم معتقدات غريبه، البنات الصغار ترى ما يعرفون هالسوالف. لو تحلم حلم يخرع تروح تاخذ موعد عند طبيب نفسي وياخذ منها 120 دينار ويقول لها قدامك سكه سفر فيها مشاوير العمر، وهي ارخص لها لو رايح الحمام قايلته. طلعت السالفه ان لا حلمت حلم مو زين لازم تروح تقوله بالحمام عشان ما يصير بالصج. ابو عذبي اصلا وده يصير بالصج لانه حلمان انه متزوج واحده ثانيه بس خايف من المسعده تدري، لدرجه تخليه ينام بالسطح يم اريل الشو تايم. يلا يلا.